السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة بنعمل مع بعض الفيديو بتاعنا. دي قناتي طبعا، انا ماما فايزة، ودي قناتي الطبخ للجميع. النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ. المكونات بتاعتنا معانا فرخة، او على حسب ما انت عايزة يا حبيبتي. معانا فرخة، معانا بطاطس، معانا بصلة متقطعة، معانا الطماطم هي معصورة عصير طماطم، ومعانا توم مهروس. وهنحط هنا معانا الصينيه على النار اهي، بتسخن بجامد، يعني تسخن لدرجه حراره عاليه. وهنا هنحط فيها كده معلقه سمنه او زيت على حسب رغبتك يا حبيبتي. زيت، سمنه، اي ماده دهنيه انت بتحبيها او متوفره عندك. احنا هنا طبعا الاكل بتاعنا، انا بعمل الاكل كله ني في ني، انا ما بسبكش حاجه. يعني اكل قليل اللي تلاقيني ممكن اسبك له او تسبيك نص تسبيكه كده. هنا حبايبي بس فضلا كده يا حبايبي وليس امرا، اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان القناه توصل لكم، وبدعمكم القناه هتكبر ان شاء الله. هنا معانا الفرخه بتاعتنا اهي، هنيجي كده نشوحها اهو يا حبايبي، كده ننزل عليها اهو اهو. بتاخد صدمه كده على البوتاجاز على درجه الحراره العاليه بتاعه النار، وعلى والسمنه اللي موجوده في الصينيه اهو. هنا هرش كده معلقه فلفل اسمر. انا بحب التوابل بتاعتي، ما بستعملش توابل كتير. انا بحب اكلي لحوم، بط، اي حاجه، اي لحوم بعملها بالفلفل الاسمر. الخضار بتاعي بعمله بالكمون خلاص وكزبره يعني. هنا فانا هحط معايا بس الفلفل الاسمر كده. وهنا اخد صدمه من اليمه التانيه هقلبها، لان درجه الحراره بتاعت النار عاليه، هنا بتاخد صدمه كده على النار اهي يا حبيبتي. هنا كده على ما بتاخد الصدمه بتاعتنا كده على النار، هنا بغطيها علشان النار تصلح. وهنا بحط معايا كده على البصله معلقه نص معلقه كبيره كده كمون اهو. واعمل حسابي انا بعمل الكمون بتاعي او التوابل بتاعتي بعملها بملح، فعلى حسب رغبتك انت بتعمليها بملح تعملي حسابي على الاكل ده فيه ملح، التوابل فيها ملح. بمسكها بس ما بضغطهاش قوي عشان ما تصيرش ملح. انا بس بضغط عليها ضغطه خفيفه كده اهي، بحيث ان هي تبقى متغلفه، البصله متغلفه بالتوابل، شاربه التوابل بتاعتها، وبس ما تنزلش الميه بتاعتها كلها مره واحده اهي يا حبايبي. هنا اهي سبتها كده، هسيبها هنا على ما هخلص بس اهو يا حبايبي. ونرجع للفراخ بتاعتنا اهي، شايفين الصدمه بتاعتها كده اهي. دي بتاخد التشويحه كده الصدمه بتاعتها، اقلبها من هنا ومن هنا بحيث ان هي تبقى الصدمه كده متشوحه ومتغلفه بالماده الدهنيه بتاعتها خالص. هنا هنزل عليها بالبصل بتاعنا. طبعا اللحوم الفراخ بتحب البصل، بنشوحها بالبصل. هنا انا بشوحها اهو بالبصل ومخليه، بصوا يا حبايبي كله معاكم على الهوا. هشوحها كده اهو النار اهي، هشوحها كده. وادي البصله وادي التومه بتاعتنا برضو
كله على بعضه كده هتتشوح الفراخ فيه الاول، بحيث ان هي ايه تاخد اللحم بتاعها، ياخد ايه الطعم بتاع البصل والثوم والتوابل. هنا احطها كده اهو يا حبايبي، انزلها كلها. ما اقولكوش الريحه ايه يا بنات، بسم الله ما شاء الله. كله ني كده يا حبايبي اهو. هتاخد بس التشويحه كده، الصدمه بس على النار بالتوابل ديت والبصل والثومه، بحيث ان هي الفراخ تاخد من نفس الطعم. اغطيها كده اهو يا حبايبي، شايفين؟ وهنا انا الصدر او الورك انا عاملاه ايه، شايفين؟ انا مفتحاه كده بالسكينه اهو يا حبايبي، مفتحاه بالسكينه كده علشان ايه من درجه الحراره والتشوح والتسويه تخش ايه جواه. مش مقطعاه كده اهو يا حبايبي، شايفين؟ نفس الشيء هو الورك. هنا هنزل عليه ايه يا حبايبي كده، هنزل البطاطس، هنزل بالبطاطس عليها كده تشويحه برده فيها. هنا انا ما بطلعش الفراخ ولا الحاجه وهي ايه على ما اشوح ده او حاجه واحطهم، لا انا هشوح كله مع بعضه كده، كله في صينيه واحده مع بعض، مش ناقصين لبخه وزنقه في المطبخ بقى، وان احنا نطلع ونعك المواعين جنب مننا، لا كله مع بعضه يا حبايبي، كله هيتشوح كده مع بعضه وهيدخل الفرن كده ايه مع بعضه يا حبايبي. وده كله في الفراخ هنا اهو يا حبايبي، بحيث ان البطاطس برضو اما تيجي تتشوح تاخد من الصوص بتاع الفراخ وبتاع التوابل الصوص اللي نازل مع البصل على البصل وكده بتاع الفراخ ايه البطاطس تاخد منه اهو يا حبايبي. هتتشوح كده شايفين يا حبايبي؟ شايفين الصوص بتاعها ده؟ انا ما زودتش اي حاجه، ده الصوص بتاع الفراخ نازلين، شايفين البطاطس اتشوحت فيه ازاي. وهنا انا مخليه يا حبايبي عامله حساب ان هتقعد على البوتاجاز هتشوح مع الفراخ وهتقعد في التسبيكه، فانا مدخنه الخرطه بتاع البطاطس. ما ترققيهاش يا حبيبتي، ما ترققيش خرطه البطاطس، علشان ايه وانت بتشوحي فيها وبتعمليها مع الفراخ ما تتهراش، يبقى اكلك ايه حلو كده وجميل اهو. هنا انا هنزل عليها بايه، باخر بقى اخر حاجه اللي هي ايه الطماطم. هتتسبك فيها شويه كده قبل ما ادخلها الفرن، هسيبها تغلي فيها شويه كده هنا قبل ايه قبل ما تخش الفرن اهو يا حبايبي. ونحط برضو ايه شويه توابل كمون كده بساط، عشان نعمل حساب ان احنا حطينا في التسبيكه وحطينا في تشويحه الفراخ، وحطينا في البصل وفي الثوم، فاحنا ما نعملش بقى ما نكترش الملح بتاعنا الا لما يغلي كده ونشوف. هنا اسيبها تغلي كده يا حبايبي مع بعضها وقبل ما ندخلها الفرن هتدخل تاخد ايه، بدخلها الفرن ايه ما عشان ايه ما تقعدش في الفرن مده طويله وكده، فانا بدخلها ايه بتاخد نص تسويه كده على البوتاجاز وبدخلها في الفرن بعدين اهو يا حبايبي لما تغلي اشوفها. انا يعني يا حبايبي انا جايه معاكم يا بنات يا حلوين واحده واحده، بحيث ان لسه ما تعرفش تخش المطبخ او لسه ما بتعرفش تعمل اكل وكده، او لسه عروسه جديده يا حبايبي، بعرفها كل حاجه بالراحه واحده واحده كده على البشويش خالص. شايفين يا حبايبي عامله ازاي؟
الملح بتاعها مظبوط الحمد لله. هنا بقت خلاص على ايه، على انها تدخل الفرن. بس الفراخ شايفين الفراخ، شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله. فص الفراخ شايفين ابيض ازاي، ابيض وجميل، مستويه خلاص، استوت فيه. جميله. بس ايه، ننزل بقى الطماطم اللي على الغطا دي علشان هندخل الصينيه في الفرن. انا بحب الشغل في الحاجات الالومنيوم، بتبقى ايه لها حافيه وعاليه عن التيفال وعن الجرانيت وعن الحاجات دي. الالومنيوم حافيتها عاليه، بتبقى الشغل فيها مريح. ولع الفرن كده وادخلها فيه. ايه يا بنات لسه ما اشتركتوش ليه يا حبايب قلبي؟ اشتركوا كده يا حبايبي عشان القناه تكبر بيكم ولكم يا قلبي. يا حبايبي هنا طلعناها اهو من الفرن. بسم الله ما شاء الله. شايفين البطاطس؟ ادي البطاطس دايبه خالص. وانا شايفين الفراخ، شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين عامله ازاي، سايبه نفسها ازاي، مستويه خالص. وعملنا جنب منها رز حبه وحبه، حبايه وحبايه اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. نجرف مع بعض كده مع بعض. بس فين اشتراكاتكم يا حبايبي؟ نجرف الرز كده يا حبايبي. كده ونرجع لبعض يا حبايب قلبي. هنا يا حبايبي خلصنا الغدا بتاعنا النهارده. والغدا بتاعنا شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين الفراخ دايبه دوب كده. شايفين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين قلبها ابيض ازاي من جوه. وشايفين جميله البطاطس اهي، والرز حبه وحبه. ده الفيديو بتاعنا كان النهارده، فيديو صينيه بطاطس بالفراخ في الفرن ورز حبه وحبايه. ونكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايبي. اشوفكم على خير ان شاء الله.